اللي قدامك دي مش مجرد صورة، دي قصة وراها حزن كبير جدا. تعالى اعمل اشتراك ولايك وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. صلنا في الكومنتات اسمع معايا حكاية القرد بانش. كان في قبيلة من القرود عايشة في اليابان، المفروض انها من فصيلة الماك. لحد كده كويس. جه قدامنا الصورة دي قرد بيحضن دمية على شكل قرد. القرد ده صغير جدا على فكرة، هو بيحاول يتأقلم على العيشة معاها. طب ايه اللي وصله لكل ده؟ تعال نقول من البداية. القرد ده اسمه بانش، كنت صغير من فصيلة الماك الياباني، يعيش في حديقة حيوان في اليابان. ولد في 2025، يعني لسه بقاله سنة. فرحته بالحياة بدأت خلاص، بقى يبدأ يلعب ويجري ويتشعلق في أمه وبتاع. بس اللي مستنيه غير كده خالص. أمه اتخلت عنه، كل ما يروح عندها تقوم جاية ضرباه وماشية. ويفكروا إن مش كل المخلوقات اللي عايشة على وجه الأرض محتاجة الحنان ومحتاجة الاهتمام. كله محتاج الحنان وكله محتاج الاهتمام، بالذات الصغيرين بيحتاجوا الاهتمام أكتر. أنا مش عايزاك وبترميه بعيد عنها. طبعا كمية الأسى اللي على وشه والحزن اللي على وشه وملامحه، سبحان الله. الحيوانات وشها بيضحك وشها بيعيط، عشان تكونوا معايا في الصورة. ولازم نحس بكل المخلوقات اللي عايشة حوالينا. كل من هو على الأرض محتاج الاهتمام ومحتاج الحنان. هو بعد كده يعني مجرد ان هو لسه جرو صغير، لسه شمبانزي صغير. طبعا لما امه مهتمتش بيه ولا رضعته ولا اي حاجة، جه الحارس بتاع حديقة الحيوان هو اللي رعاه واهتم بيه، وهو اللي جايب له القرد ده. يعني حاول على قد ما يقدر ان هو يبسطه ويسعده. وهم معاهم في نفس المكان اللي هو فيه. رماله الدمية اللي على شكل قرد، بيروح يحضنها ويرجع يروح لأمه. أمه خلاص مش عايزاه. مين اللي أكله؟ الحارس ده هو اللي أكله وهو اللي شربه، وحاول يعمل معاه كل حاجة على بال ما بدأ يتأقلم معاه ويتجاوب معاه، ويعرف إن خلاص إن ده هيبقى ده أكله وده شربه على طول. لحد ما ما كمل معاه، والفيديو بتاعه اللي اتنشر واتشهر ده، والناس كلها عرفت قصته. يا جماعة والله كل المخلوقات اللي حوالين مننا بتتكلم وبتحس وبتتألم، بس احنا مش بنسمعهم ولا بنفهمهم. سيدنا سليمان كان بيفهم لغتهم، وكان بيعرف هم عايزين ايه. وسيدنا محمد برضه كان بيعرف لغة الطير، وكان بيعرف برضه لغة الحيوانات، لأن كان فيه طير راح اشتكى، عصفور راح اشتكى قبل كده لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من واحد. طيب دلوقتي المطلوب مننا ايه؟ المطلوب مننا ان احنا نحس بيهم ونهتم بيهم. يعني مش تبقى عندك حيوان ربطه تقعد تضرب فيه وتقول هو مش هيحس. لا، هو بيحس، هو بيتكلم وبيشتكيك لربنا، وانت ما تعرفش الكلام ده. فمادام انت مش حاسس بالألم اللي هو فيه، يبقى ما تجيش عليه. واديك شفت بعينك اهو، شفت بعينك. ما تظلمش حاجة انت مش قدها.